سلام. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنعاود لكم على القصص والتجارب ديال الناس مع الجن. وبلا ما نطول عليكم نبداو باول قصه. الاسم ديالي محمد، خدام في سبيطار الحماق في باشيد. القصه اللي غادي نعاود ماشي ديالي، القصه هي ديال واحد الولد كان عندنا في السبيطار ومات هادي شهر. كان في العمر ديالو 23 عام. كان مبدل على الناس اللي عندنا، ديما بوحدو كيدويش وسكوتي بزاف. قبل ما يموت بجوج سيمانات كان طلب مني نجيب ليه كتاب وستيلو، عطيتهم ليه ولكن بقات الموت ديالو لغز حيت مات شانق راسو. انا خدام كيف ديما كان داير ميناج للبيوت ديال الناس اللي هنا. غلقى الكتاب اللي كنا عطيناه ليوسف قبل ما يموت وكتب فيه قصته وكيفاش توصل هنا، وهذا الشيء اللي غيجي من بعد هي قصته كيف ما لقيتها في المذكره ديالو. دابا غادي نسمعوا القصه ديال يوسف من المذكرات ديالو. يوسف كيقول اخر حاجه تخيلتها هي نوصل هنا لسبيطار الحماق، والسبب هو الزعامه الزايده ديالي. هادشي بدا غير بالضحك. كنت نتمنى اللي غيلقى هاد الكتاب من بعد ما يعاودش الاخطاء ديالي. قصتي بدات في 2010. كان العمر ديالي 17 عام. كنت كنموت على اي حاجه ديال ما وراء الطبيعه. كنت كنقرا كتب بزاف في هادشي وكنتفرج في فيديوهات بزاف، وكنت داخل لواحد البلاي ليست ديال الناس اللي كيهتموا بالسحر وتحضير الارواح. كنت غير كنقرا وعماني جربت داكشي اللي قريته. واحد الليله من وين ما ساليت الحفاضه دخلت لديك البلاي ليست كنقلب على الجديد، لقيت واحد السيد كيهضر على واحد الموضوع. واحد الفيديو كيقول باللي اللي شافو كيموت بقوه الخلع داكشي اللي كيعيشو، وحتى لما ماتش كيتصدى. قريت الموضوع كامل في الاخر لقيت اللين ديال داك الفيديو. الا بغيت نكليكي عليه ويت غوت الوالده. يوسف اجي تسخر ليا. طفيت البيسي ونتسخرت ومالايا غير تعشيت ونعست ونسيت داك الموضوع. مشات ليام وجات ليام وانا مندمج في الجو ديال القرايه حيت كان عندي الباك، واخا مازال يلاه عندي 17 عام حيت كنت دخلت للمدرسه على 6 سنين. وصلت العطله ديال الربيع اللي كيعطيو فيها سيمانه. الدار صافو الا انا بغيت نبقى نوجد الامتحان انا واشرف. هاد الولد كلمه خويا قليله في حقه. من الصغر حنا بجوج كبرنا بزوج ودوزنا الخيبه وزوينا بزوج، وحتى في الباك جينا بجوج في نفس القسم. المهم عيطت ليه باش يجي عندي للدار حيت حتى هو دارهم مسافرين، وداكشي اللي كان جا لعندي. ما كاين غير الحفاضه. كنا باغيين نسكتو شحال ديال بنادم اللي كانوا كيقولوا دوك الزوج مستحيل يطفيوه حيت كنا مصيبه كحله. المهم دوزنا واحد 4 ايام بروغرام واحد اللي كاين الفياق بكري الماكله والحفاضه. وصل النهار الخامس كنا عينا بزاف وقررنا نستراحوا هاد النهار. فقنا بكري تمشينا شويه لعبنا مع ولاد قسمنا كوره نسالينا قصدنا الدار. وفي الطريق تفكرت داك الموضوع اللي تمنيت كل عماني قريته، ومن هنا غتبدا قصتي. ملي وصلنا دوشنا وتغدينا ومالعيا نعسنا. فقت قبل من اشرف شعلت البيسي بقيت واحد نص ساعه وانا كنقلب على داك المقال وقلبي ما مهنينيش. كيقول لي حبس هاد الشيء يا يوسف ما حدك مازال ما لقيتي والو. ولكن عقلي الفضولي كيقول لي بغيت نشوف هاد الفيديو وشنو اللي غيكون فيه ويقدر يقتلني. فاق اشرف جلس حدايا وبدينا دامين. واش كدير؟ واش هاد السيد داخل لي؟ هذا واحد السيد ديال الناس اللي كيهتموا بالسحر. ايه وانت مالك ومال هاد السحر؟ واش تسطيتي؟ انا كنقلب على واحد الفيديو قال لك اللي كيشوفو كيموت. تا يمكن هبلتي. هادشي غير تخربيق يوسف. واخا انا كنتسنى معاك هاد الفيديو. متاكد؟ صافي انا لقيته. لقيت الفيديو والصدفه انا فكره الفيديو بسيطه. كيدوزو شي تصاور كيخلعو وانت كتعاود دوك السميات اللي كيبانوا ليك ومع واحد الموسيقى كتخلع. اشرف بغيت تصطب الضحك قال لي هذا هو الفيديو اللي يقتلني. نوضنا نخرجوا السير فقيه. اليوم عيد ميلاد اسامه، عيط ليا قبيله ملي كنتي كدوش وقال لي ضروري نجيو. المهم داكشي اللي كان بدلنا حوايجنا وخرجنا نتقداو ليه شي كادو. دوزنا واحد الليله هبيله غير الضحك والنشاط. بقينا سهرانين حتى 3 ديال الصباح عاد خرجنا من الدار عنده. رجعنا للدار وهاد الليله غتبدا اول ليله ديال الخلع. في الباب لقينا واحد المشكحل مقتول ومقطع عليه راسو ومعلق. واحد الباب كله دم وما كاينش فين تحط رجليك بقوه الدمايات. اشرف شداتو الخلع ولكن ما بغاش يبين لي. ليا البال مبقاوش كيحشموا. مش مسكين داو في هاد الحاله. اجي نقطعو هاد السلك باش معلق ونلوحو في شي بلاصه بعيده على هنا. ايوا قطعنا السلك ودينا الجي في واحد البكاصه ولحناها وقلنا الدم نخليه ترغدا ونجفوه. وصلنا للدار لقينا كاع الضوا شاعلين وخا مأكد باللي خليتهم طافين. عاد خرجت عاد واحد ريحه ديال الموت ما عرفنا منين جايه.
حليت كاع الشاجم والو، طلقنا معطل الجو، ديك الريحه ما بغاش تمشي. صافي قلنا حتى الصباح عاد نوضو ونقلب ولا تكون شي طوبه ميته في الدار. نوضنا نعسو وفقت مع 5 ديال الصباح، واخا نعس معطل. بقيت كنشوف في جهه الباب حتى سهيت ويبان ليا واحد الوجع حاضرني وكيخنزر. قلت يمكن غير تخيلت. تخبيت بالمانطه اللي كنت مغطى بها، بقيت كنقرا في ايه الكرسي، عاودتها بزاف ديال المرات. قوه الخلع اللي شداتني مقدرتش نخرج راسي نشوف جهه الباب حتى دازت 10 ديال الدقائق. كانت الصدمه ان داكشي مازال في نفس البلاصه وحاضرني، وبقى على هاد الحاله حتى أدى الفجر. عاد غبا بواحد الطريقه اللي غريبه. بقيت كنخمم في هادشي اللي بدا كيوقع، واش حقيقي ولا لا، ولا غير كنتخيل. وقوه التخمام داني الناس. فقت شفت جهه اشرف، ما لقيتوش. مازال عاقل شحال تخلعت عليه، وبديت كنغوت عليه بالجهد ونضت كالهبيل. كنت جاي في الدار توصلت عند الباب ديال الطواليت وشفت الضو مشعول. هذا تاحيت قلت زعما يكون غادي يدوش. سنيتو حتى خرج وكان لونو مبدل ووجهو صفر. سولتو مالك ويبدا يعاود ليا. البارح الليل كامل صاحبي ولا في واحد البلاصه خايبه بزاف، مع شي ناس حاضريني وشكلهم ماشي بحال شكلنا، وكانوا تابعيني وانا هربان منهم في واحد الغابه. منين فقت لقيت راسي خارج ليا الدم مني في سمعت هضرتو ما بغيتش نزيد عليه، وقلت ليها على الخلعه ديال الباك هذيك ما في بالك والو. كان داك النهار هو اللي خليه مع اشرف، حيت الدار كانوا غيجيو اليوم. فطرنا صيقنا داك الدم اللي كاين حدا الباب، اما الريحه اللي كانت البارح ما بقاتش. اشرف جمع حوايجو ومشى، وبقيت انا بوحدي في الدار. بغيت نعرف القصه ديال هاد الفيديو اللي كيهبل فينا. جبت البيسي، ما دخلت لجوجل بديت كنقلب، غير دات سميتو خرجوا لي بزاف ديال النتائج. هنا عرفت بلي هاد الزبل معروف بزاف، وداكشي اللي لقيت عليه زادني خلعه على خلعه. الفيديو هو فيديو ديال السحر الاسود، اخطر انواع السحر. ودوك السميات اللي كانوا في الفيديو هما اسماء ملوك ديال قبائل الجن، وملي كتعاود دوك السميات كتحضرهم. وهذا النوع ما كيحملش البشر. والفيديو حاولوا بزاف يمحيوه ولكن ما قدروش. بغيت نقرا التجارب ديال الناس اللي شافوه ولكن ما لقيتش بزاف، وهذوك اللي لقيت كانوا على لسان العائلات ديال الناس اللي شافوه، حيت الناس اللي شافوه كلهم ماتوا. داكشي علاش مسمينو لا ما نقولش سميتو، حيت انا في هذه الحاله اللي كنكتب للناس اللي غيقراو هذه المذكره ما بغيتكش انت ولا انتي تعاود الاخطاء ديالي. تبع معايا وخذ الحاجه المزيانه وبعد على الحاجه الخايبه. نرجعوا فين كنا. من خلال القصه ديال داك الفيديو بقيت مريح وعرفت الغلط اللي درتو. عرفت باللي درت غلط كبير بزاف. بقيت ساهي كنخمم حتى سمعت الخبط في الباب ديال الدار. نط كان جاي لقيتهم مالين الدار واقفين عند الباب. الوالد قال لي مالك واش كنتي ناعس؟ احنا ساعه وحنا واقفين حدا الباب. قلت ليه غير كنت تسد عليا البيت. الوالدين ما تقدرش تخبي عليهم والو، كيقراوك من وجهك. الوالده قالت لي مالك مبدل يا يوسف، واش كاين شي مشكل؟ ما كانتش نقول لها كلشي على هاد اليومين اللي دوزت، ولكن ما بغيتش نبكيها. قلت لها غير ستريس ديال الباك، وهربت لبيتي حيت كنت بقيت شويه حداها كنت غنبدا نبكي. دازت يومين اللي بقات عادي غير في الحفاضه والنعاس. العطله سالات، وهنا قصتي غتزاد تعقد وتكبر. وصل النهار الاول في القرايه، قصدت الليسي كنسلم على العشان. كلشي كيسول دوك الاسئله المعروفه ديال فين مشيتي وشنو درتي، وانا ماشي في هذا العالم مرفوع وبالي كله مع اشرف. كنتسنى غير يدخل حيت بالي تشغل عليه بزاف. بقيت كنتسنى حتى بالي جاي داخل من الباب. صدمني، فين هو اشرف؟ فين هي الفورمه؟ فطر في يومين طاحت منه شي 5 كيلو. تسنيتو حتى وصل عندي، سولتو مالك ويبدا داوي. صاحبي. هاد اليومين والله ما شفت الناس، وليت كنشوف شي حوايج بوحدي في الدار كيبداو داويين معايا شي حاجه ما كنفهمهاش. بقى بديت كنهبل. نسيتك البارح حلمت واحد الحلم بشكل. قلت ليه شنو حلمتي؟ بقى ساكت واحد شويه وقال حلمت بيك قتلتيني. انا بقيت ساكت وقلت ليه يلا ندخلوا القسم. الاستاذ قريب يجي. كان عندنا داك الصباح الفيزيك وحنا كنا سيونس فيزيك، يعني خصنا نتبعو مزيان. دخل الاستاذ وبدا الدرس، شرح لينا مزيان في الاول، عاد بدا كيكتب في السبوره في نص ساعه الاخر. وهو كيكتب وانا كنشوف في السبوره خاويه. شوف جيت اشرف لقيتو كيكتب، يعني هو كيشوف. مرة كنحس بشي حاجه بحال الايدين كيتحطوا على عينيا. شدتني الخلع ولكن ما بغيتش نبين لاشرف حيت اللي فيه يكفي. بقيت صابر حتى وصلت العشاء وخديت الدفتر من عنده باش نقول. تحركنا في الطريق بجوج وحتى واحد ما كيهضر مع الاخر. وصلنا للنص تفرقنا وكل واحد مشى لدارهم. وصلت للدار جيعان، وكان اخر حاجه غناكلها هاد النهار هي هاد الفطور. غير دخلت لقيت الوالده كتسنى فيا. قلت لها فيا الجوع، ما كتوجد ليا الفطور.
هي عاقش بيا مخبي شي حاجه، حتى داكشي اللي وجدت قدامي قالت لي بزاف هاد الحاله على الباك، مالك شنو عندك؟ قلت لها ما كاين والو غير تهناي. نوضت بزاف دخلت لبيتي، كون بقيت جالس حداها كنت غنعمل لها كلشي. مشيت جبت شي امتحانات ديال المات بقيت خدام فيهم ونسيت الوقت حتى كنسمع الدقان في الباب ديال البيت بالجهد. حليت لقيتها ماما، قلت لي واش الجامع حدا الدار ما كتسمعش الاذان؟ قلت لها لا ما سمعت والو، انا نوض نتوضا ونصلي. توضيت وانا كنصلي ما كنسمعش هذوك الصوالح اللي كنقرا، كنسمع والو، كنحس بحال فمي كيتحرك ولكن الصوت ديالي ما كنسمعوش. ملي كملت مشيت هزيت القران باش نقرا شويه وانا نتصدم بلي القران خاوي. ناي شنو هادشي؟ هزيت قران واحد اخر ونص البلان كنشوفش الصور، كنشوف غير صفاحي بيضين. هزيت عيني لواحد التصويره معلقه عندنا في الصالون فيها التصويره ديال الكعبه وايه الكرسي، حتى هما ما بانوش ليا. زادت ليا حتى الكعبه حتى هي مابقاتش بانت ليا. تما فهمت علاش ما سمعتش الاذان منين اذن في المره الاولى. ريحت في واحد القند ديال الصالون بقيت كنبكي. دخلت الوالده شافتني بديك الحاله عنقاتني وكلمه وحده اللي كاينه في فمها، مالك؟ غير قول لي مالك نقدر نعاونك. عاودت ليها من الاول حتى الاخر، عاودت لها على الفيديو على الخلاعه كامله اللي عشت هاد الايام. اخر حاجه هي انني مبقيتش قادره نشوف القران ولا نسمعه، والكعبه حتى هي مبقيتش كنشوفها، وهي دموع في عينيها ولاو بحال الشتا. ديك الساعه ما كرهتش الارض تبلعني ونتخشى فيها وما نشوفش دموعها. قلت لي ما تخافش غنلقاو شي حل، انا غنمشي نطيب الغدا. هي في الكوزينه وكنسمع فيها كتبكي. مشيت لبيتي تعيطات عليا نتغداو، كانوا خوتي جاو من المدرسه وانا ما كانش عندي منين دوز داك الغدا، جلست معاهم وصافي. وصلت 3:30 نضت وجدت راسي حيت كنت داخل مع ربع. حليت الباب بغيت عيط عليا الوالده وعنقاتني قالت لي هاد البال راسك يوسف، بست ليها يديها وراسها وخرجت داخل كامله وانا كنخمم شنو السبب ديال هادشي. حيت فايت السمع على الناس وبقى لهم بحال هكا، والسبب هو انهم داروا شي ذنب كبير وربي يحرمهم من الشوفه ولا السماع ديال اي حاجه عندها دخل بالاسلام. انا عرفت شنو هو الذنب وانتم اللي كتسمعوا راكم عارفين شنو هو. وصلت للليسي كانوا عندنا جوج سوايع ديال لونجلي وفي نفس البلان هي كتكتب انا ما كنشوف والو وما قادرش نقول، ولكن غتوقع واحد الحاجه في هاد الحصه غتنسيني الهم ديالي. وانت كتسمع هادشي دابا خاصك تعرف شي حوايج كنشوفوهمش هما كيسمعوا معاك. ما تخلاش حيت الا بانت فيك الخلعه غتكون هذه هي الفرصه ديالهم وغيبداو يوسوسوا ليك في عقلك. تبع معايا وما تخافش. كانت بقات نص ساعه ونخرجوا، انا جالس انا واشرف اخر طويله. هنا كلشي هادي حتى بدا اشرف كيقول شي هضره ما مفهوماش وبدا كيغوت في القاسم. خرجوا كلشي ضاع عندنا، كلشي كيدير داك الشوفات ديال التعجب. كنسمع هذا مالو واش مقيقب ولا شارب. بقى في ديك الحاله وانا شادو وحالته غدا كتصعب. ناض كيجري جهه الحيط بقى كيخبط راسو، اللي حاول يحبسو كيضايبو، بقى يتخبط تسال ليه الدم. شاف فيا وقال لي دابا غيكونوا فرحانين بيا، بغاو الدم ها هو الدم. صافي وطاح غيب. الاستاذه خرجت كتجري قالت للحراسه باش يعيطوا ليه للاسعاف. انا ما قدرتش نحبس دموعي، عنقته وبديت كنبكي حيت انا السبب في هادشي، بسببي انا رجع في هاد الحاله، بسببي انا تفرجت داك الفيديو. ندمت بزاف ولكن ما بقى عندي ما ندير، هادشي خرج من بين يديا. وانا كنبكي وكنستعين في الاسعاف تجي شفت بنادم كيضحك عليه وبنادم بقى فيه وسمعت هضرتهم وهما كيقولوا شفتوا الشراب والقهوه باش كيدير. بنادم ديما كيهضر وهو ما عارف والو. الله يهدي ما خلق هادشي اللي غنقول. موان الساعه عاد جا الاسعاف السريع ديالنا. الساعه راهي يموت فيها بنادم، المهم ماشي موضوعنا هذا. جاو هزوه ركبت معاهم توصلنا للسبيطار. عيطت لدارهم اودي داك السبيطار حتى حاجه فيه ما كاينه، عندك المعرفه غتدخل ما عندكش غيخليوك تموت. داوه نشروه في واحد البيت فيه غش مكايه، حسب اليوم واكل شي حاجه ومغيب. انا بقيت كنغوت على بنادم بالمزيان، بديت كنخبط في الباب وكنغوت. جابوا لي الطبيب، جايت وقلت ليه واش هاد السيد غتخليوه يموت؟ بدا خدمتك ولا سعف حالك. بنادم كاموني مورا هضرتي مشى كيجي عنده وقال الفامليات عطيوه البيع وديوه لشي بيت نقي. خرج عندي قال لي ما تخاف ما والو شويه وغيفاق، وداك الجرح اللي في راسو راها غير سطحيه ما غدير ليه والو. صافي ومشى بحالو. خرجت عند الباب تسنيت دارهم حتى جاو وعيتو من البلاصه فين كاين. مشيت بحالي مبغيتوش يشوفني باللي فاق حيت انا سببو في هاد الحاله. شديت الطريق مشيت للدار وراسي غير طاطق بالصداع. غير وصلت قالت لي الوالده غنمشي عند واحد المرا عندها مع هادشي غتقدر تداويك. قلت لها راني عيان خليت المرا اخر. قالت لي زيد ولا غنسخط عليك. انا غير سمعت السخط حطيت راسي وخرجت معاها. بقينا شادين الطريق حتى وصلنا لواحد البلاصه سميتها دار بالحجار.
فواحد الحي شعبي في المدينه ديالنا. غير هزيت عيني عرفت الدار اللي جايين قاصدينها. جات واحد القنت خاوي والعيالات شادين النوبه ديالهم، كل وحده وشنو جايه دير. دخلنا شدينا النوبه، انا هو الولد الوحيد اللي كاين تما، الاغلبيه عيالات. مقصودهم واحد هو يشدوا العجاله ديالهم الله يسمح ليهم. سولت الوالده فين كتعرفي هاد المراه، قالت لي نعتوها ليا شي عيالات وصافي. بقينا كنستعينوا في النوبه حتى جات واحد المراه قالت لي نوض دخل راه الشريفه كتسنى فيك. دخلت ضربتني ريحه البخور من بعيد. كنحاول نشوف هاد الشريفه كي دايره، كنشوف بشويه بشويه تبانت ليا كامله واحد المراه تكون في عمرها 50 عام، جالسه في واحد القنت ومضوعه بها الهيدورات والمجامر وعيوص ديال الدياب والثعالب في الجنب ديالها. غير هاد المنظر بوحدو يقدر يقطع فيك النفس. قالت لي زيدا يوسف، الا غنقولها باش عرفتي سميتي وهي تجاوب بحال الا كتقرا افكاري. دخلنا وهي تقول للوالده عرفتكم علاش جايين، ولدك راه حضر شي حاجه كبيره بزاف ولكن غنحاولوا نبعدوها منه. قالت لي قرب لعندي وحطات يديها على راسي، بدات كتعاود شي هضره ما مفهوماش. بقات هكا شي 10 ديال الدقائق انا ما حاسه بوالو. حتى لواحد اللحظه حسيت بلي تزاد علينا شي واحد وقال لي فودني بواحد الصوت هادي ما غتفيدك في والو، تخرج. غير قال هاد الكلمه وهي تنوض هاد الشريفه بدات كتغوت بحال الهبيله وخرجات كتجري برا. هابات حيت داكشي اللي بغات تلعب معاه كبر منها بزاف. قلت له والده نوضي يلا نمشيو، غير قتلوها وغنمشيو للحبس. خرجنا ورجعنا للدار. الوالده مازال الصدمه في عينيها من داكشي اللي شافت. انا ما قلت حتى كلمه حيت ما فاهم والو، حتى داك الصوت اللي سمعته ما عرفتش شكون مولاه. ديك الليله ما نعستش بقوه التخمام. جا الصباح مشيت للمدرسه، في العشيه كنت ناوي نمشي عند اشرف للدار. وصلت 12 خرجنا. رجعت للدار حلت لي الوالده وهي تصدمني بواحد الخبر. قالت لي بلي السيده اللي كنا عندها البارح دارها تحرقات في الليل وماتت. قلت لها كتضحكي معايا ياك؟ قالت لي لا بصح. خرجت كنجري لداك الدرب اللي فيه الدار، دزت حتى واحد الخلا وداك الصوت الثاني بدا داوي ليا في ودني. جاي بغات تلعب معانا ولكن حرقناها. انا بديت كنغوت شكون انت، ولكن الصوت غبر وخلاني غنتصدى. وصلت قدام الدار، غير ملي كنا هنا كانت مسبوغه بالحمر، دابا ولات كحله. جلست في واحد العتبه ديال واحد الدار قريبه، قبالتي كانوا مجمعين شي عيالات جيران ديال هاد المال اللي مات، وكانوا يداوين على العافيه ملي شالات. قالك بلي الناس عاقوا بالعافيه من يلاه شالات وحاولوا يطفيوها، ولكن والو محدهم هما كيرشوا في الماء هذيك العافيه وهي كتزيد تكبر. والماء كانوا كيسمعوا الغوت ديالها بحال كان معاه شي حد في الدار، كانت كتقول لي بعد مني بعد مني ما درت لك والو. والما جبدوها بحال الفاخره، تحرقات بالمزيان والوجه ديالها ما بقاش معروف. ما عرفت هضرتهم واش بصح ولا غير زادوا فيه، ولكن حاجه وحده اللي كانت في بالي ان الموت ديالها ما كانتش طبيعيه وكانت بسبابي، ولا بعباره اخرى داكشي اللي حطيت كيف ما قلت لكم في الاول. هذاك النوع ما كيحملش البشر. حاقت علينا من ايامات النبي الله سليمان، حيت كان موايهم الويل. بقيت حدا ديك العتبه حتى صون عليا التليفون، لقيتو اشرف. جاوبتو قال لي دوز عندي للدار باغي ندوي معاك. درت لي كيتفودني ودرت القب على راسي ومشيت قاصت الدار ديال اشرف. وصلت دقيت، خرجت الوعده ديالو عندي، سلمت عليهم مشيت عنده لبيتو. شفتو في ديك الحاله الفاصمه على راسو ولونو صفير. مات وحق الله، ما هادشي اللي عشتو في 24 ساعه. حسيت براسي مخنوق. هو غير شافني نض عنقني وبدا كيبكي. خليتو حتى فاش قلبو عاد بدينا كنهضروا. سولني وقال لي عاود لي شنو قال البارح. صافي نسى صاحبي، المهم هو انك دابا بخير. غير عاود لي يا صاحبي، اليوم تاني حلمت بشي حاجه وراني غنهبل. وصافي اشرف، المهم البارح بديتي داوي بشي لغه ما مفهوماش وبديتي كتغوت ونطتي مشيتي للحيط وبديتي كتضرب في راسك حتى غيبتي. وانت باش حلمتي؟ نفس الحلم مع يوسف، انا وياك في بيت وانا سايب الدم وانت شاد جنويه في يدك، وحلمت بالتاريخ اللي وقع فيه هادشي. شنو التاريخ اللي غيوقع؟ قول لي. نهار 17 في شهر 6. شنو هو نهار قبل الوطني؟ لا لا لا، دا غير حلم ما يمكنش. المهم عاودت ليه انا على البلان ديال الشوافه وبانت لي الخلعه في عينيه. قلت ليه نتشافوا غدا صاحبي وما تخافش، داك غير حلمه، غير هني بالك. حاولت زعما نبعد عليه ولكن على ما غنكذب موت نقيب قريبه بزاف. رجعت للدار لقيت الوالده كتسناني وعيناها حمرين بالبكا، والسبب راه باين هو انا باينه علاش كتبكي. ولدها اللي حرم الله من شفت القران ولا يسمعوا وحتى الاذان مبقيتش كنسمعو.
والكعبة بقيتش كنشوفها في التصاور. ولدها ولا على علاقة بالجن بسببه ماتت مع محروقة. طوال الزمن ولا قصير ولد حتى هو غيموت. اصعب حاجه هي تكون عارف راسك غتموت ملي كيزيد يقتلك هو انك ما عارفش الوقت. نرجعو فين كنا. الوالده قالت لي اجي بغا ندوي معاك ولكن ما سمعتش ليها. مشيت دخلت للبيت سديت عليا ما كان فيه اللي يهضر. والمدرسه ما بغيتش نمشي لها هاد العشيه حيت كان عندي غير العربيه. المهم في العشيه تكيت وداتني عيني. منين فقت لقيت السبب ديال المشاكل كامله واقف قدامي. منين فقت لقيت داك الوجه اللي شفتو من يلاه بدا هادشي كامل واقف قبالتي وكيشوف فيا بواحد العينين ماشي بحال عينينا. بقيت كنشوف في وجهه مزيان. شفت داكشي اللي اي واحد في بلاصتي الا شافو غيطيح بقوه الخلع. شفت وجه ديال الجن. هو بقى غير ساكت كان كيدير فيا داك الشوفات باش يزيد يركب فيا الخلع. انا ما بقيتش عارف شنو ندير، واش نبكي نغوت نهرب ولا نوض نتلاح من الشاجم. ولكن تبت راسي كنشوف هادشي كيفاش غيخرج. حيت شويه بدا جاي لجهتي حتى وصل للبلاصه فين كنت ناعس وبدا داوي بواحد الصوت فيه تسامعو عند الشوافه. كانت فكره وحده اللي كدور ليا في راسي وهي الموت. المهم انا ما غنطقش السميه ديالو حيت هو دابا تيسمع معاك هادشي. ولا نطقتيها تشوف وجهه قال لي بواحد الصوت. انت شكون اللي كتب لك راسك؟ انت وداك اشرف. واش حنا ما غنتبناوش منكم؟ واش من نهار تخلقتو نتوما خالقين لينا مشاكل؟ هبطتونا نعيشو لتحت وعشنا دوير سليمان. كتضحكونا يا بني ادم. كتعرفو الحاجه فيها المضايا عليكم كتمشيو تجربوها. والله كتضحكوني. كنت معاك من نهار طريتي الموضوع وكنت كنتسناك غير تشوف الفيديو وتذكر سميتي. يا انت دابا بين يدينا اخرتك هي الموت طول الزمن والقصر. من واه هضرت وتبنشت بقاو غير عينيا كيتحركوا كنشوف فيه غادي جهه الباب ديال البيت خرج منه بلا ما يتحل وخلاني في ديك الحاله مشلل كامل ولساني ما قادرش يغوت. تو عينيا كيطفاو بشويه بشويه حتى صافي غيبت. غنفيق غنلقى الوالده والوالد حدايا بجهه اليمين وخواتاتي بجهه اليسار وواحد راجل حدايا. ما عرفت واش كيبان لي غير كيحرك فمو وعرفتو كيقرا القران ولكن انا ما كنقدرش نسمعو. ايه مي كان بين ايدي كنت هاجر دابا وليت باغي غير نسمع كلمه منه. شفت في الوالده لقيت عينيها حمرين والوالد حتى هو عينيه حمرين بالبكا. عرفت عاودت ليه بغيت نوض ولكن جنابي كانوا عاطيني الصداع. شفت قال لي داك السيد غير يخليك هكاك عيان وناض خرج هو والوالد عند الباب. كنت عارف شنو بغى يقول ليه. ما يقول ليه بلي ولدك راه ولا هبيل وكيشوف شنون. انا مسوقش قلت لخواتاتي خرجوا وقلت للوالده بقاي باغي ندوي معاك. داكشي اللي كان هما خرجوا وانا بقيت انا وياها داوين. قلت ليها شنو وقع. قلت ليها البارح بغيتك تسخر ليا دخلت لقيتك مغيب. قلت ليها البارح واش من البارح وانا فهاد الحاله. جاوبتني من العشيه ديال البارح. صافي الوالده خليني بوحدي. باش كتحس وانت كتسمع فهاد الشيء ياك ما مخلوع ولا بقيت فيك ولا كرهتيني. هادشي ولا عندي بحال. المهم هو نكمل لك قصتي حيت هما واقفين حدايا دابا كيقولوا لي جات نوبتك. ولكن خديت نهار واحد زايد باش نكمل لك القصه. باش نكمل لك قصه اللعنه. فين وصلت انا وياك؟ وصلنا لثاني لقاء ليا مع الجن اللي حضرت. مهم ما خرجت الوالده عيطت الاشرف ما جاوبنيش. حاولت مره اخرى وجوج وثلاثه والو. نسيت حالتي انا وتشطنت عليه هو بداك الجهد اللي فيا نتقاس دارهم. لكن ما خلانيش الوالد. درت بهضرته قال لي الغدا عاد سال المدرسه حسن لك. وداكشي اللي كان هذا النهار كامل داز مزيان كلشي غادي مزيان. نعست هاد الليله بلا مشاكل الحمد لله. وصل الصباح نط لبست قصت الليسي. كان عندنا الماض داك الصباح انا خاطري هبات من القرايه. جيت غير على قبل اشرف تنيتو عند باب القسم ما جاش ودخلت شدت ليه بلاصه حدايا. دخل الاستاذ بدا الشرح ديالو. اشرف مازال ما جاش. تدازت 10 دقائق عاد دخل خنزر فيا ومشى الله وجلس. انا فهمت والو علاش دار هكا. دازت الحصه عندي ثقيله وصلت العشاء ومشيت عنده غير سولتو مالك هو يعاود يخنزر فيا وقلب وجهه ومشى. انا تبعتو كنقول ليه مالك هو دو عندي وحمر فيا عينيه وبدا يجي قصدني. وصل عندي شنق عليا وكان بنادم كله كيتعجب حتى عمرهم شافونا مشانقين. ديما كانوا كيشوفونا ضاحكين وخالقين السعاده. لكن دابا هاد المحبه تقلبات بلا ما نعرف شنو السبب. سولتو شنو كاين قال لي بلي وصاوه باش يبعد مني وبدا كيعاود بجوج كلمات اليوم نبداو. وطلق مني ومشى في حاله. واخا كان مازال عندنا جوج سوايع ديال العربيه
بنادم جا عندي كيسولوني مالك انت وصاحبك. انا مسوقش ليهم، قلت لهم والو ومشيت للقسم. في القسم بقيت ساهي ومسوقش، بالي كامل مع اشرف. هادشي اللي دايو هاد الصباح. وشنو هو المعنى ديال هذاك الشيء اللي قال لي؟ ما عرفتش كيفاش الوقت داز. تلقيت الاستاذ حدايا وفيقني من التخمام وقال لي مالك ولدي، كتبان مهموم بحال الا هاز الجبال فوق كتافك. عاود لي نقدر نعاونك. داك الهم اللي هز في قلبي ضحكت وقلت ليه والله عمي ما عندك ما دير ليا، داكشي اللي عندي كبر مني ومنك، كبر من داكشي اللي كتخيل. قال لي ربي كبير ما كينساش العباد ديالو. وانا داك النوع اللي عنده الحاسه السادسه، يعني الا ما كانتش خاطري مهنياني كتوقع شي حاجه خايبه. وهذا النهار حاس بلي شي حاجه غتوقع. وصلت 12 بالزايبه ولا ما نعرف، انا مابقاش عندي الاحساس بالوقت. خرجت قاصد دارنا. غير وصلت لقيت الوالد كيتسناني، كان باغي يدوي معايا ويفهم مني هادشي اللي واقع. واخا الوالده انا مأكد بلي قالت ليه كلشي. من دخلت قال لي تبعني للصالون، شفت في الوالده وهي تحت راسها، عرفت بلي القضيه صعيبه. دخلت عند الوالد وهو يبدا يهضر. قال لي علاش داكشي قالت لي امك؟ واش انت مسطي؟ واش انا معول عليك وانت متبع ليا هادشي ديال الجنون؟ يلا دابا شنو غندير؟ جاوبته ما كاين ما يدار، جوج حوايج، يا اما غنتسطى ولا غنهبل. خرجت في حالي وخليته. اصلا العلاقه ديالي انا والوالد سطحيه، حبنا الهضره في القرايه والخدمه، حيت ديما في الصيف كنمشي عنده نعاونو. قالت لي الوالده اجي تغدى، قلت لها والله ما عنده منين ندوز غير بصحه، ومشيت لبيتي وسديت عليا. الوالده مسكينه خاطرها ما مهناهاش، جابت لي الغدا للبيت عندي. المهم نكملوا قصتنا، مبقاش عندي بزاف ديال الوقت. كنت داخل مع ربعة، خرجت قاصد الليسي، جبت التليفون، عيطت لاشرف حيت ما موالفاش لينا نتخاصموا، وليت نفهم منه شنو وقع، ولكن ما جاوبش حتى تليفوني طفى حيت شحال ما شارجيتو. وصلت لقدام من باب الليسي ما كندوي مع حتى واحد. حاجه وحده اللي في بالي وهي نشوف عشيري. تسنيت ولكن ما جاش، تسنيت في القسم ولكن ما جاش. دازت عندي هذيك جوج سوايع بحال الجحيم، عارف شي حاجه غتوقع. وصلت 6، خرجت لدارنا، دخلت لبيتي نراجع شويه حيت شحال وانا هاجر دوك الكتوبه. ودات تليفوني تشارجا، دوزت ساعه غير نتكي على المرض. هزيت التليفون باش ندوي مع اشرف، غير شعل وهي تعيط لي الوالده ديالو. قالت لي خرج من 6 مازال ما جاش. قلت لي خرج قلب لي عليه وبدات كتبكي. نط لبست الجاكيت ديالي وخرجت كنقلب في كاع البلايص اللي كنعرف، والو ما لقيتوش. نص ساعه وانا كنقلب والو. شويه صون التليفون، اشرف اللي كان معايا قال لي اجي عندي. وقال لي البلاصه فين كاين وقطع. اواه هذا اش كيدير تماك في هذا الليل؟ بديت كنجي لديك البلاصه حيت خفتو يلو حراسو في البحر، حيت ديك البلاصه فيها غير البحر. وصلت بان ليا وفوق واحد الصخره وكيشوف فيها. مشيت كنجي عنده، سولته اشرف شنو كاين، شنو كدير هنا، شنو كدير هنا في هذا الوقت؟ يلا الوالده عندك مشطون عليك. قال لي ما عندنا فين نمشيو، راهم باغيين الدم وبغاوك تكون حاضر معانا. قلت ليه راك ماشي نورمال، يلا للدار ونهضروا. ولكن ما بغاش. شفت في يدو كيبان لي الدم سايل منها، وفي يد اليساريه كاين واحد الزازوار. عرفت بلي جارحه به. جريتو لواحد القنت وبديت داوي معاه. اش هادشي درتي؟ بغاو الدم انا خصني ندير داكشي اللي بغاو. شكون هادو؟ اللي كيجيو عندي كل ليله وكيباتوا معايا وراهم هنا دابا، غير انت ما كتقدرش تشوفهم. يا اشرف يلا من هنا ونهضر. لا، اليوم هي الليله علاش اتفقنا، اليوم غتمشي عندهم. غير قال هادي وناض جا لبلاصتو فين لقيتو بدا كيغوت بغيتو الدم، بغيتو الدم بزاف، هاو. وبدا كيشاط في يدو. نط كنجي عنده، هو صحيح عليا بزاف، ما قدرتش عليه بوحدي. ولات فيه الصحه ديال بعض الناس. نايله حاله دار في راسو، شاط يديه كاملين من الفوق للتحت. ما حنش في راسو بالمره، ما كانش حاس شنو كيدير، كان بحال الا مقاقب. تخيلوا داك المنظر بوحدكم، تخيلوا معايا جوج الناس حدا البحر وغير الخلا، واحد حالته عامه بالدم، وواحد شاده الخلع والندامه وما عارفش ان هاد الليله مازال مخبي عليه بزاف. اشرف ما وقفش هنا، لا بغى يبعد بزاف. من ولات حالته قاعد معايا انا بالصدمه ديال داكشي اللي قدامي بقيت غير حال فمي. وقف وبدا كيقول لي واش بغيتوه حتى هو، بغيتو حتى هو يولد معايا. بدا كيشوف فيا وقال لي واحد الجمله اللي دابا 6 سنين وانا في سبيطار الحماق ومازال ما نسيتها. قال لي جات نوبتك. وبدا جاي قاصدني وعنقني. فين قتلك يا يوسف؟ ما عرفتش باش تبليت، شدتني الدوخه والبكي والخلع. قلت ليه شنو قلتي تقتلني؟ اه، القمر جاني من الفوق.
واللي الا ما قتلنيش هو غنقتلو انا، وواحد فينا اللي غيعيش حتى تجي نوبته من بعد. بقيت ملاهي بالهضر وصيفطت الميساج لدارهم، قلت ليهم حنا فين، وحاولت نطول مع الهضره باش نربح شويه الوقت. قلت ليه يهون عليك تقتل صاحبك؟ قال لي انت اللي وصلتيني لهاد الحاله، بسببك وليت هكا، بسببك وليت مع شي جنون وكنشوفهم قدامي وكندوي معاهم، انت السبب. قلت ليه غنلقاو الحل، غير لوحدك الزيتوار اللي في يدك ويكون غير الخير. يا يوسف، انت بحال خويا، كبرنا بجوج بقينا بجوج، ولكن مازال ما بغيت نموت دابا. هما راهم بغاوك انت قدامي وكيقول لي خصني نقتلك. قجني وانا ما قاومتوش، حيت كنت مليت من هاد الحاله، غير رعب والخلع الموت حسن ليا. كنت كنفضل نموت انا داك النهار وكون غير ما صيفطتش لدارهم داك الميساج، كنت هنيت من العذاب اللي غيجي من بعد. قجني بدات الموت كتخني ونقشع واحد الضو جاي من بعيد، كان الضو ديال الطوموبيل تاع الوالد ديال اشرف. فهنات عند رجلينا، خرج منا هو وخو اشرف الكبير، فكوني منه وكون ما هما كون قتلني ديك الليله. هو كيغوت وكيتحلف عليا. مازال ما سالينا يا يوسف، مازال. قالوا لي نوصلوك لداركم وما بغيتش، بغيت نرجع بوحدي. هما مشاو وانا بديت راجع كنبكي، حيت هاد النهار فقدت خويا. اليوم كان خويا غيقتلني ماشي صاحبي. خويا اشرف ما كانش شي صاحب عادي، دوزنا صغيرنا والمراهقه ديالنا بجوج، ضحكنا بجوج، بكينا بجوج. واليوم حاول يقتلني، متقبلتهاش. رجعت لدارنا نسيت راني كامل دم، شافني الوالده بدلو فيها الالوان، حسب ليها قاتل شي واحد. مشيت دوشت بدلت حوايجي وحاولت الناس، ولكن بلا نتيجه، حيت حسيت بالذنب. خرجت لخويا على حياته وسبابي ضاع عليه مستقبله. عيني مقدرتش نغمض هذيك الليله حتى الصباح. نضت بكري، خرجت من الدار، قصدت الليسي، بقيت واقف حتى الباب، بقيت واقف بوحدي. وملي عمرت الدنيا بنادم كنشوف كلشي حاضرني وكيدوي عليا، فهمت والو. مشيت قاصت واحد الكليه كنسولهم وما يصدموني. لقيتهم واصلهم الخبر ديال اشرف. شي واحد ساكن حداه شافو ملي كان هو وخوه وباه جايبينو للدار في ديك الحاله. في المغرب ديالها غير زوينه، توصل نقز واحد خونا من هذيك الكليكه قال لي داك الهبيل ديال صاحبك مالو. غير قال ديك الكلمه ديال الهبيل من فمه ونشنق عليه. جيتو حكمتو مزيان وتجمعوا عليا بنادم. هو يرجع داك الصوت تاني كيهضر ليا في ودني وكيقول لي قتلو، قتلو يا عيال، قتلو، قتلو، قتلو يا سبب، قتلو. الولد عيني خرجوا وانا عاد فقت من ديك الحاله ديال الاعصاب اللي كنت فيها. طلقت منه وقلت لبنادم فاش كنت تقول. مشيت للجاده ديال الليسي كنشوف بنادم كيدير فيا الشوفات ديال التعجب، والبنات كيوششوا. يوسف هو صاحبه، راهم تسطاو. اودي بنادم غير كيهضر، ما عارفش بنادم شنو واقع ليه ولا الظروف اللي وصلاتو لهاد الحاله. دخلنا للقسم، كان عندنا سيونس، كلشي مبعد مني، خلاوني مريح بوحدي في الصف. ما عرفتش علاش، واش خايفين مني ولا غير عشقت ليهم. اصلا ما عنديش مع بنادم بزاف، كان عندي غير مع واحد دابا خسرته، مبقيتش مسوق لشي الاخر. دازت هذيك الساعتين، خرجنا، قصت الدار ومدويش مع حتى واحد. دخلت لبيتي، عيطت على الوالده ديال اشرف، سولتها عليه، قالت لي دينا للسبيطار. خيطنا عليه يديه وما كيغوش بشي هضره مفهوماش. دينا عند واحد الطبيب ديال الحماق، عطاه شي دواء وقال لنا بلي من الاحسن ليه يبقى غير في الدار وما يخرجش. كنسمع صوت البكا ديالها في التليفون، قلت ليها الله يدير لي فيها الخير. هنا سالات حياه اشرف العاديه، حيت تسطى ولا كيهرب ليهم من الدار. كل ليله كيمشيو يجيبوه من ديك البلاصه اللي كان باغي ينتحر منها. هادشي بسبابي، بسبب يوسف اللي كان عايش حياة عادية بحال أي واحد طبيعي، وسبب قلة العقل ديالو ضيع حياة أقرب واحد ليه اللي هو خوه قبل ما يكون صاحبه. هادشي مازال ما سالاش. الوطني بشوية بشوية بدا كيقرب، وأنا غير داير الخاطر للدار وصافي. ما كنراجع شوية. فهاد الشهر حالتي زادت تصعبت، وليت كنطيح بزاف، وليت كنخاف من الملحة بزاف، ما عرفتش علاش. وكل ليلة كنشوف نفس الحلم، كنشوف راسي كنقتل في اشرف. ما تعجبوش، نفس الحلم اللي كان كيشوفه هو وليت كنشوفه انا. بلاتم حتى هو مبقاش كيقدر يهضر معايا، وحتى الوالد اللي من لحم ودمه مل مني. واحد النهار سمعتو كيقول للوالده كون غير ماتو هنانه منه. ملي سمعتو قالها ما كرهتش نموت نيت. وطني غادي وكيقرب، بقات ليه سيمانه وانا دايره هضرات اشرف بين عينيا، حيت كان قال لي بلي غنقتلو نهار قبل الوطني، واخا متيقشوش داك النهار. ولكن هادشي اللي عشتو خلاني نولي نثق بهادشي. بنادم مخلوع من الامتحان وانا مخلوع من حاجه اخرى. السيمانه ولا 3 ايام، 3 ايام ولا يومين، وصل النهار قبل الوطني. حس بلي شي حاجه غتوقع.
هاد النهار وصاونا باش ما نحلو حتى كتاب، باش نتفلاشاوش ونساو كلشي. ما خرجتش من بيتي داك النهار حتى ل7 ديال العشيه. مشيت حتى ديك البلاصه اللي عاودت لكم عليها، تقابلت مع البحر ونسيت راسي ونسيت المشاكل. شفت الساعه لقيتها 9، راجع بحالي دزت حتى واحد الداب باش نوصل للصيبه. شديت الطريق ونسمع واحد الصوت ما غايبش عليا. يا يوسف. تلفت نلقاه اشرف، شدتني الخلعه وتمنيت داك الحلم يكون غير كذوب. تمنيت انا اللي نموت اليوم. كنشوف في يدو شفت واحد الموس، ما دوا ما والو، بدا جاي عندي حتى وصل عندي. وقف قال لي نبغاوك اليوم، واليوم منين غتمشي بعيد؟ شنق عليا وبغى يقتلني، وماشي باي طريقه، لا بغى يذبحني. كل واحد فينا عنده ديك الغريزه ديال البقاء. فاش مضارب معاه كنحاول نخلي الموس بعيد عليا. بقينا مجاعين، كل واحد كيجري في جهه، حتى حسيت بالموس مشى جهه اشرف، والدم بدا كينقط في الشانطي. هو شاف فيا وبدا كيضحك وفاق من ديك الحاله اللي كان فيها. قال لي ياك قتلتيني، ياك قتلتيني دابا. انا بقى الموس في يدي، لحقت ومشيت كنجري عنده. غنقتو وبقيت كنبكي وكنقول ليه اسمح لي انا السبب في هذا الشيء، انا اللي صديتك وانا دابا اللي قتلتك. هو كلمه واحده على فمه، هاني انت خويا. صوته بشويه بشويه غادي وكيهبط، واخر حاجه قالها ان شاء الله في الوالده. من بعد طاح من بين يديا وعرفت ومات. دابا مات خويا اللي كنت متفق انا وياه على شحال من حاجه. كنا باغيين نشدو الباك ونفرحوا والدينا، ولكن دابا واحد مشى للقبر والاخر غيمشي للحبس. انا كنكتب دابا تفكرت راني كنبكي. اللي عنده شي صاحبو يتهلا فيه واللي ما عندوش يعرف يختار. اشرف عماني ما نسيتو وعماني غننساه. جلست حداه وبقيت كنبكي حتى تجمع بنادم وكلشي كيشوف فيا وكيهضروا. عيطوا للاسعاف وعيطوا للبوليس. جات الصافات وهزاتني، الاسعاف هزاتو، هو مشى للقبر، انا مشيت للمجهول. وصلنا للكوميساريه، لحوني في واحد البيت بوحدي غير الظلمه. خلاوني تما واحد 12 ساعه. عاد جاو ليا ودخل واحد البوليسي قال لي علاش قتلتيه. قلت ليه غير غلط، هو اللي حاول يقتلني الاول حيت هما قالوها ليه. قال لي شكون هما. قلت ليه هذوك اللي حطيناهم منين تفرجنا في الفيديو، انا عارفك ما غتيقنيش. قال لي كيبان لي انت مسطي واقيلا. وخرج وجابوا لي واحد الطبيب كيسول فيا. عاودت ليه داكشي كله اللي وقع. ومنين بغى يخرج شاف البوليسي وحرك راسو، يعني هاد السيده مسطش. دازت واحد 3 ايام كان خصني ندوزها في الامتحان، ولكن الاقدار بغاتني ندوزها في الكوميساريه. جا الصباح وما يجيو جوج هزوني وداوني في واحد الصافيط، ولكن ما داونيش للحبس، داوني الباشيد وبالضبط سبيطار الحماق. في الباب لقيت الوالده بوحدها كتسنى فيا. طلبات دوك الجوج باش تعلقني اخر مره. لقيت قلبي طيب، حلفت انا اللي طلقت منها. هي كتبكي وانا كنبكي حتى فارقوني عليها. دوزت 6 سنين هنا، والوالده مع عام واحد ماتت. وصلتني اخبارها غير من عند اختي اللي جات تشوفني. ومن وراء اختي عما شي حد ما جا شافني ولا تفكرني هنا. كنشوف داكشي اللي ما كيقدرش يشوفه بنادم العادي. كنشوف الجن، كنشوفهم كيدوروا بيا وكيهضروا معايا وكنهضر معاهم. واليوم جات نوبتي باش نموت. كنتمنى تكونوا فهمتوا المساجات من هذه القصه. كنتمنى انك ما تكرهنيش، وكنتمنى ان قصتي تشهر ويقراها بنادم ويسمعها بنادم بزاف باش ما يعاودوش اخطائي. وبعدوا على الزعامه وعرف شكون تعاشر تهلا في والديك. عشت هاد المده وانا كنتسنى الموت. ما كاين مصعب انك تعيش وانت كتسنى فيها اليوم اللي قالوا لك باللي اليوم غتمشي عند اشرف. وها هما دابا قدامي كيصايبوا ليا باش غنشنق راسي. ها هما مجموعين واشرف معاهم. بسلامه، انا مشيت. هذه هي قصة اللعنة اخوتي، كيف ما لقيتها في ديك المذكرة. نتمنى من الناس اللي غيسمعوها يفهموا المساجات اللي فيها ويبعدوا على الاخطاء اللي دايرهم يوسف. حتى لهنا غيكون سالي الفيديو وغتكون سالات معه القصة. الا كنتو اول مره غتشوفوا القناه ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب. السلام عليكم.